الله يكرمك يا كابتن، متشكر جدا وكل سنه وحضراتكم وانت طيبين. بالصحه والسلامه. انا سامع صوت عربيه، انت لسه في العربيه؟ انا لسه في الاتوبيس والله، ما فيش حجوزات والعمليه صعبه جدا النهارده. مفيش حجوزات وانت راجع من المباراه؟ معلش مش هقدر اقول لك اتحرك لان انت بتقول جوه اتوبيس. كده. الخط بيقطع شويه يا كابتن، اكيد غصب عنك. طب لو سامعني قول لي موضوع العربيه الربع نقل دي ايه؟ لا والله، هو احنا خلصنا ما لقيناش عربيات خالص. ايوه. تطلعنا، بس كان في المقدم ولاء رضوان، المسؤول عن تامين الحكام على العربيه بتاعت المباحث، فقال لي انا ممكن اوصلكم. قلت له طبعا ما فيش اختيارات، فطلعت معاه. الراجل مشكورا قعد معانا لحد الساعه 9 وساب شغله، ودي كانت فرصه كويسه ان انا اشكر سياده المقدم على تعبه، وساب بيته وساب راحته وقعد معانا لحد الساعه 9. فده شعور جميل جدا من ضابط يعني بيأمن الحكام وقام بشغله كويس جدا، فانا بشكره عن طريق حضرتك يا كابتن. والشرطه في خدمه الشعب يا كابتن. طب قول لي في مثل هذه المواقف مش المفروض النادي اللي انت كنت بتحكم فيه وفر لك عربيه لغايه مثلا مكان انتقالك للقاهره يا كابتن؟ لا، هو كابتن حسام مشدد علينا كحكام، وبيوجهنا ان احنا مالناش صله باي نادي. احنا بنروح بطريقتنا وبنرجع بطريقتنا. اوكي. احنا فدا كابتن حسام. يعني والله انا يعني موافق اكيد على كلام الكابتن حسام، وان كان قبل المباراه 100%، بعد المباراه خلاص خلصت وبعدين حرام من تركب. يعني ده كويس ان انت لقيت سياده المقدم، لو كانت هتبقى يعني حاجه برضو غير لائقه بحكامنا الكبار يعني. لا والله، كمان عشان الحجز ما جاش بالسهل كده. سياده المقدم قعد يعمل اكتر من نص ساعه. يعني اعطاني كرسي في الطوارئ في الكنبه الاخرانيه اللي في الاتوبيس. بالظبط. وانت ما كنتش حاجز، مش عامل حسابك على العوده يا كابتن ولا ايه؟ لا، ما اعرفش انا اول مره اجي الجونه، ما اعرفش الماتش هيخلص امتى. بعد الجونه بعيده عن الغردقه بحوالي حاجه و20 كيلو. مظبوط، 25 كيلو. فانا ما اعرفش الحسابات دي، ما اعرفش يعني احجز 6 ولا احجز 7 فمش عارف انا ظروفي ايه. فهو الحمد لله اهو، يعني قربت اهو، على يعني قدامي ساعتين وابقى في القاهره باذن الله. ان شاء الله تيجي بالسلامه، وكنت موفق جدا يا كابتن. متشكر جدا يا كابتن مدحت، كل سنه وحضرتك طيبين. وانت بالصحه والسلامه.